السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفتنا اليوم هي البغرير. هذه النتيجة النهائية ديالو كما كتشوفوا، كيجي بحال الشهدة. كنتمنى انكم يعني تتبعوا المراحل ديالو بالتفصيل والاسرار ديالو اللي غتجي في خلال الفيديو، وان شاء الله غادي ينجح لكم 100%. هنا كتشوفوه انه خفيف، ما كيكونش ثقيل. الحجم ديالو كتحكموا فيه على حسب يعني المقله اللي غادي نستعملوا. كما كتشوفوا كيجي بحال الشهده. انا هنا حاولت نوضح لكم يعني الصوره بزاف. ومن التحت كذلك يعني من انا ما كنحمروش بزاف، اللي كيبغي يحمرو كيمكن له يزيد له الطياب، ولكن هذا هو البغرير المتعارف عليه، كيكون بهذه الطريقه هذه. ندوزو الان نشوفوا المقادير والطريقه باذن الله. بالنسبه للمقادير هنايا كنتمنى انكم يعني تتبعوهم بالتفصيل باش ينجح لكم. كنحتاجوا 3 الكيسان ونصف ديال الماء يكون دافي، قياس اعبار العنبه، الكاس ديال العنبه. كنحتاجوا معلقه صغيره عامره ديال الخماره حبيبات، الملحه على حسب الذوق. كنحتاجوا 2 كيسان تسميده رقيقه مع نصف كاس ديال الفينو. وكنحتاجوا كذلك 2 خمارات من فئه 7 غرام. كما كتشوفوا هنايا غادي نخلطوه في مولينكس. كنديروا الماء هو الاول، ومن بعد كنديروا 2 كيسان ديال السميده رقيقه ونصف كاس ديال الفينو مع معلقه صغيره عامره ديال الخماره حبيبات. وكنديروا قياسنا ديال الملحه. كنبغي نوضح واحد المساله. هذوك الخمارات اللي كيبانوا لكم في الجنب غير واحد بنت اختي كتلعب بهم للاشاره فقط. كندوزو هنايا كنطحنوا الخليط ديالنا تقريبا 5 دقائق وحنا كنطحنوه. وكنضيفوا له 2 خمارات ديال الحلوى، وكنبقاو مستمرين حتى كيتطحن مزيان يعني وكيدير واحد الرغوه. هنا من بعد ما خليته خمر ما كتكونش المده محدده كما كتشوفوا، واخا يخمر لكم بزاف وهذا هو المطلوب. هذا سر من الاسرار ديال البغرير، كيخمر بزاف. ومن بعد ما كنعاودوش نطحنوه في الطحان الكهربائي، فقط كنخدموه بالمغرفه كما كتشوفوا بهذه الطريقه. كنخدموه حتى كيرجع سائل وكيرجع مندمج مزيان. السر الاخر من يعني الاسرار ديال البغرير، العافيه خصها تكون مجهده، ما كتكونش العافيه مهيله نهائيا باش كتاخذ لينا يعني كتكون النتيجه مزيانه. ملي كتكون العافيه مجهده، الا درتو العافيه مهيله ما كيطيبش لكم ما كيتقبش لكم مزيان البغرير. هنا كتلاحظوا انا هنا ما غاديش نقطع الصوره نهائيا، غنخلي البغريره طيب من الاول حتى الاخر حتى كتشوفوها يعني تكون طايبه. هنا كتستمر كما كتشوفوا كيتثقب. كنحاولوا يعني المنطقه اللي هي طابت نكحزوا المقله ديالنا العافيه باش يعني كيطيب لينا من جميع الجوانب. كما كتشوفوا هنايا راني انا كنحرك في المقله باش كيطيب مزيان. كنبقى مستمره على هذه الطريقه هذه. هنا كتشوفوه تشهد وطاب مزيان. هنا كيبقى لكم الاختيار، لا بغيتوه محمر من التحت راه يعني كتستمروا انكم تطيبوه مزيان، مع العلم ان هذه هي الطريقه ديال البغرير، هذاك هو الطريقه ديالو. وهنا كندير بغريره واحده اخرى وكنبقى مستمره حتى نهايه الكميه كامله اللي عندي بنفس الطريقه. ما كنبردش المقله لان الاغلبيه الناس كيبقاو يبردوا المقله. ما كنبردش المقله نهائيا، العافيه كتكون مجهده وكندير يعني وحده مورا الاخرى عادي، ما كنبردهاش نهائيا. وكينجح ان شاء الله ينجح لكم البغرير 100%. كما كتشوفوا باقي يعني كيطيب، وضروري ضروري كتبقاو يعني تحركوا المقله ديالكم في الجهه اللي فيها العافيه يعني مجهده. ما كان البلاصه اللي تقبات كنحاولوا نميلوها شويه. كتكون هذه هي النتيجه ديالنا. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتجربوا البغرير
بالمقادير تحترموها، وكذلك تطبقوا الأسرار ديالو. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.